السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهارده مميز جدا وجميل جدا. الاكله بتاعتنا النهارده لاصحاب المزاج كده والاكيله اللي بيفهموا في الاكل كويس. هنعمل النهارده لحمه الراس، بس هنعملها بطريقه خطيره. لا هتشم بقى فيها ريحه زفاره ولا ريحه مش كويسه ولا طعم مش كويس. انت مش هتعرفي اساسا ان هي لحمه راس. زي ما انتوا شايفين كده، دي لحمة الراس بتيجي كده متنضفة ومتقطعة من عند الجزار، وبيبقى فيها بقى حتة من اللسان، حتة من الودان، انت وحظك. بيكون فيها قطع صغيرة جدا من العظم. انا بجيبها بقى بغسلها كويس جدا، بنقعها في شوية من الملح وشوية من الخل، وبسيبها حوالي كده نص ساعة ساعة على حسب الوقت معاكي، وبعد كده اشطفها كويس جدا. بتبقى معاكي زي القشطة كده زي ما انتوا شايفين. ونيجي بقى للمرحلة التانية اللي عشان نتأكد منها ان اللحمة نظيفة كويس جدا وناخد منها احلى طعم واحلى شوربة. انا بحط مية على النار تغلي، وبعد ما بتغلي بنزل فيها باللحمة زي ما انتوا شايفينها كده. مجرد بس ما تبدأ تقلب، شايفين كمية الريم وكمية الرغاوي اللي على الوش دي فيها بقى كل الزفارة وفي كل الحاجات اللي مش كويسة في اللحمة. بشيلها بعد كده، اصفيها واشيل اللحمه الاول كده من الجنب اللي هو بيغلي ده، اللي ما فيهوش الريم ده، عشان طبعا الريم ما يمسكش على قطعه اللحمه. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. شايفين؟ طبعا احنا بنسيبها تغلي حوالي كده 10 دقايق. 10 دقايق عشان تطلع كل اللي فيها، وما تقلقيش خالص، ما تقوليش اللي في اللحمه هينزل في الميه، لا مش هتلحق انها تنزل اي حاجه. بطلع بقى قطع اللحمة زي ما انتوا شايفين كده، وقطعة اللسان اللي كانت مع اللحمة بسيبها كمان حوالي 10 دقايق علشان ننضفها كويس جدا، وهقولك هننضفها ازاي دلوقتي. طبعا اللسان وهو منقوع في المية واحنا بنغسلها الاول، جردته كده بالسكينة من الحاجات اللي عليه، وسبته زي ما هو وحطيته في المية المغلية دي. بعد كده طلعته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. القشرة اللي من فوق دي هتلاقيها بتطلع معاكي بكل سهولة. شايفين؟ كده هنقشره، هيبقى معاكي نضيف ومفيهوش اي حاجة خالص. لو انت بقى جايبه لسان بس وعايزه تعمليه، حط ميه تغلي كده ونزلي فيها اللسان حوالي تلت ساعه او 25 دقيقه، وبعد كده قشريه كله. هتطلع معاكي القشره دي بكل سهوله، وهيبقى معاكي نضيف ومفيهوش اي حاجه. شايفين الجمال؟ ما شاء الله. بعد بقى ما طلعت اللحمه خالص كده ونضفتها كويس جدا، ممكن تديها شطفه على الحنفيه، يعني زياده اطمئنان. خلاص مش محتاجه، ما تشطفوهاش. انا حطيت بقى ميه تانية على النار، غسلت الحله وحطيت ميه نظيفه جدا وحطيتها على النار وسبتها لحد ما تغلي. شايفين اللسان بقى عامل ازاي؟ نضيف خالص ومفيهوش حاجه، واللحمه كلها نضيفه وزي الفل. معايا بقى هنا الحاجات اللي احنا هنحطها مع الشوربه او مع اللحمه عشان تديها طعم وريحه كده جميله. معايا هنا بصلايه واتنين طماطمايه وجزرايه وورق لورا وعود قرفه صغير وحبهان وفلفل اسود حصى وكزبره ناشفه حصى، وكمان عودين او قرنين كده قرنفل. هضيفهم في الميه بعد ما تغلي مع اللحمه. هنا بقى الميه غليت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل اللحمه بتاعتي وهنزل كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي، وتعالى هوريكم شكل الشوربه بعد بس ما تبدا تقلب كده او تغلي. طبعا انا بحط قطع اللحمه زي ما هي، ما بقطعهاش ولا اي حاجه، بس بعد التسويه بقطعها علشان قبل التسويه هتغلبك شويه في التقطيع. هنا انا ضفت بقى كل حاجه، والميه بس هتبدا تغلي. شايفين؟ هنا لسه ما استوتش ولا اي حاجه، كانت يا دوب بس الميه رجعت تغلي تاني. مفيش اي شوائب عليها، مفيش اي حاجه. ما شاء الله عليها، الشوربه رايقه جدا. بسيبها بقى كده لحد ما تغلي واغطيها واسيبها تستوي مع نفسها كده. ممكن تاخد معاكي ساعه، ساعه ونص، على حسب بقى لحمه الراس بتاع العجل بتاعك. اهم حاجه بعد ما بتغلي بتهدي عليها النار، تخليها متوسطه كده وتسيبيها بقى تستوي مع نفسها. قبل ما بتدخل في التسويه او في نص وقت التسويه كده بتضيفي الملح بتاعك. شايفين الشوربه قد ايه رايقه وجميله؟ ما فيهاش اي شوائب خالص ولا لونها غامق ولا اي حاجه، جميله جدا. تعالوا بقى نيجي للخطوه اللي بعد كده. حطيت حله على النار فيها معلقه صغيره كده بس من الزيت، ونزلت بمعلقه صغيره من الثوم المهروس او حوالي كده 3 فصوص من الثوم. بقلبهم كده شويه لحد ما ريحه الثوم بس تطلع. وكان معايا هنا طماطم مصفيه ومعصوره ومصفيه، ضفتها على الثوم بالشكل ده، وضفت التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه. بسيب بقى الطماطم لحد ما تبدا تغلي كده. هيكون في الوقت ده انا بقطع اللحمه للقطع صغيره بقى زي ما انا عايزه. ولو في اي عظم بقى مع اللحمه كده بنشيله، بتكون خلاص استوت والعظم هيطلع معاكي بكل سهوله. شايفين كمان اللحمه مستويه جدا وبتتقطع معايا بكل سهوله. شايفين الجمال؟ ما شاء الله. انا عايزه اقولك الطريقه دي لو عملتيها، حتى لو انت ما بتحبيش لحمه الراس، هتاكليها وهتكون جميله جدا.
قطعت بقى اللحمه اللي معايا بالشكل ده، وكانت الصلصه غليت او الطماطم غليت ضفت عليها اللحمه بالشكل ده. وكمان نسيت اقول لكم ضفت مع الطماطم معلقه صغيره جدا من السكر علشان طبعا حموضه الطماطم. هنديها تقليبه كده ونهدي عليها النار ونسيبها حوالي كده 10 دقايق ربع ساعه تغلي مع الصلصه كده ومع الطماطم. ولو حابه تزودي لها شويه من الشوربه بتاعتها عشان الصوص بتاعها كده يكون خفيف شويه مفيش مشكله، عايزاها تكون في صلصه بس ما فيهاش شوربه مفيش اي مشكله. وبتبقى معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، شايفين الجمال ما شاء الله. ولو حابه تاخديها في صينيه كده وتدخليها الفرن تنشف معاكي هتكون برضو جميله جدا. انا عايزه اقول لكم انا واحده من الناس كنت زمان ما بحبش لحمه الراس خالص، بس من ساعه ما عملتها بالطريقه دي وانا باكلها على طول ريحتها حلوه وطعمها حلو ما شاء الله عليها جميله جدا. ربنا يبارك فيها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب العالمين، ويرزقنا ويرزقكم الخير كله. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، اتمنى انه يكون عجبكم وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.